بعد الفقرة التحكيمية مع المحلل التحكيم بالبين سبورتس جمال الغندور. طبعا كابتن جمال، مساء الخير، تفضل. كل التحية لكم وللسادة المشاهدين. المباراة قبل الأخيرة في كأس العالم قطر 2022، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين المغرب مع كرواتيا، أدارها الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، المباراة الثانية له بعد أن أدار في دوري المجموعات أمريكا مع ويلز. 3 حالات في المباراة نرى منهم أو نحاول أن نرى منهم معيار احتساب المخالفة. هنشوف هنا سقوط للمهاجم والحكم في مركز جيد ويشير باستمرار اللعب، وحكم الفار لا يتدخل. هنا هل هناك عرقلة أم لا، أم هناك تحايل من اللاعب؟ نشوف هنا ادي اللحظة اللي نحكم عليها. هذه هي اللحظة. بالتأكيد ما فيش احتكاك طبيعي بالقدم، إما في مخالفة أم لا، لكن خلينا نشوف هل وصلت قدم اللاعب، هل وصل قدم المدافع لقدم المهاجم. هل نرجع هي اللقطة دي معلش نرجع اللقطة دي هي اللي هتبين لنا. لا خلاص راحت اللقطة اللي فاتت، معلش. أيوة نرجع تمام. بس هنا شوف حضراتكم، هنا ادي اللقطة بتاعت ارتكاب المخالفة. هنا المعيار لا يمكن أن نضع في الاعتبار أنها لمسة خفيفة أو لمسة ثقيلة، المهم أن لها تأثير أم لا. أعتقد هناك عرقلة بإهمال من المدافع كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح كرواتيا. طيب نشوف حالة تانية أيضا طلب فيها المنتخب المغربي بمخالفة بركلة جزاء. نشوف مع بعض اللعبة ونشوف هل كانت هناك مخالفة أم لا. نشوف مع بعض هنا الكرة، وهنا لا يمكن أن أتحدث عن مكاتفة، هنا مطالبة بمخالفة. هنشوف مع بعض اللعبة مرة تانية. من هنا طبعا اللاعب جاي من مسافة، وأيضا الكتف في الظهر وليس في الكتف، مش متساويين عشان أقول إن في مكاتفة. كتف في الظهر، إذن هناك مخالفة. المخالفة كانت خارج منطقة الجزاء، وكان يجب احتساب ركلة حرة، ولكن خارج منطقة الجزاء. الحالة الأخيرة هنشوفها مع بعض أيضا، ونشوف هل كان في تأثير وكان في مخالفة ولا لا. نشوف مع بعض. هنشوف هنا في كرة عالية، لاعب بيقفز علشان يلعب، وبعدين مطالبة أيضا باحتساب مخالفة، واللعب مستمر. طبعا بعد ما توقف الكرة سيبحث حكم الفار. نشوف مع بعض، نشوف اللاعب رقم 16 ونشوف يده التي تمسك اللاعب رقم 19 وتؤثر على قدرته على لعب الكرة. لاعب بيلعب كرة وهو المهاجم، والمدافع لا يلعب الكرة. المدافع يضع يده ويمسك بيده، وهذا المسك يؤثر على المهاجم. نشوف مع بعض تاني اهو، نشوف اهو المهاجم اهو، ده المسك اللي منع المهاجم ان هو يلعب الكرة بالشكل الصحيح. شوفوا ميلة جسمه لورا، هذا الميل لورا ده خلى الكرة تصطدم بيه، بدلا من انه يلعب الكرة بكل اريحية لم تصطدم. انا بقول ليه مفيش منافسة؟ لان المهاجم بيرتقي عشان يلعب، والمدافع مستقر في مكانه، قدمه على الارض، لا يلعب لا ينافس، ولكنه استخدم يده في انه يوقف المهاجم من لعب الكرة. لان في ناس كتير جدا بتتكلم عن فاول خفيف وفاول قوي وفاول. المهم هنا التأثير، المهم هل كانت منافسة ولا لا. لم تكن هناك منافسة في هذه الحالة. المهاجم يرتقي والمدافع مستقر على الأرض، ويكتفي بوضع يده ليمنع المهاجم من أنه يلعب الكرة بالشكل الصحيح. ركلة جزاء لم تحتسب لصالح المغرب. انتهت المباراة وانتهت الحكاية، ولكن هناك أخطاء لابد من رصدها. شكرا للكابتن جمال الغندور. هكذا نصل إلى الختام لهذا الاستوديو التحليلي من استاد خليفة الدولي لمباراة المغرب والكرواتيا. كل الشكر لحاتم الطرابلسي.